صحيح، صباح الشروق من جديد لكل متابعينا اللي بيتواصلوا معنا عبر هذه الصباحات وكل فقراتنا الموجودة وتوثيقنا لأجمل اللحظات وأجمل الأمكنة في السودان. كل تأكيد نسعد أنه أيضا يكون هناك عدد من الضيوف الأعزاء انضموا لنا تباعا داخل الاستديو لنناقش معهم عدد من الموضوعات والمحاور المهمة من خلال صباح الشروق. إذا دعوة صباحية دائما للابتسامة والابتسام والتبسم في وجه الآخر يعرف أنه صدقة، ومن أجل ابتسامة مبهجة وأسنان بيضاء مفرحة دعوة صباحية لأنه نهتم بصحتنا بصورة عامة، ثم صحة الأسنان ونصاعة وبياضة. صحيح، والابتسامة دائما هي جواز سفر وبتشكل بوابات للعبور، وابتسامة حبيبي بتكفي. يمكن دي كلها هي يعني تكون متمحورة خلال صحة الأسنان والأسنان البيضاء الناصعة المعافاة السليمة هي دائما عنوان للابتسامة الجميلة. سعيدين جدا انه يكون معنا عبر هذه الفقرة الصباحية الدكتورة رؤى الطريفي، وهي طبيبة أسنان وهي صانعة الابتسامة. صباح الخير. صباح النور عليك منى، وصباح النور حسام، صباح النور لكل المشاهدين اللي بيتابعونا الليلة. أهلا بك كثير. هاجسنا دايرين سنون بيضاء باختصار شديد كده من النهاية أجيك من الأخير كده. طيب داير سنون بيضاء. طيب داير سنون بيضاء، احنا نقوم أول حاجة نمشي للبداية ونقول دايرين سنون سليمة صحيح وصحية في الأول. عشان كده هل البيضة سليمة؟ طيب النقطة المهمة اللي احنا مفروض نثبتها بالنسبة لبياض الأسنان، المعلومة اللي غايبة عن أذهان أغلب الناس، لون أسنانك بيتناسب عكسيا مع لون البشرة. فإذا لاحظت أخواننا الجنوبيين بتلقى أسنانهم بيضاء، صحيح، وعلى العكس الخواجات بتلقى أسنانهم مايلة للصفار. فكل ما كان لون البشرة فاتح كل ما كانت الأسنان الطبيعية مايلة للصفار. لو حاولت إنك تبيضها حيبقى شكل الابتسامة ما جميل. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الأهم من إنه أنت تحصل على أسنان بيضاء إنك تكون أسنانك صحية. ليه؟ الفم هو مدخل صحة الإنسان، هو واجهة البني آدم. الابتسامة زي ما انتوا قلتوا قبل شوية أول شيء جواز سفر، عنوان صحة. أول حاجة بتعاين فيها للزول ابتسامته. يعني صحيح، يمكن إحنا بطبيعة الحال بنعاين لسنون الزول أول حاجة بطبيعة المهنة، ابتسامته يعني ونظرته، يعني هيدي مرتبطة مع بعض، مش بس ابتسامتك ونظرة عينك يعني. بالضبط، مش بس النظرة. الحاجة كمان الناس ما منتبهة ليها. ليه الناس الكبار وشهم بكرمش؟ لأنه أسنان ما في. فالأسنان مهمتها إنها تحفظ، تشد الوش، البعد بتاع البعد الطبيعي بتاع الحنك، الارتفاع، الحاجات دي بتحفظ بالمسافة بين الأسنان. فالزول لما أسنانه تتفقد بيبدأ الوش يكرمش. ليه؟ لأنه العضلات بترتخي والجلد الفوق العضلات بيرتخي، ففقد مسافته الطبيعية بالتالي يكرمش. صحيح. طيب احنا دايما يعني او انا على المستوى الشخصي دايما بقول انه دي مهمة صعبة على دكتور الأسنان. يعني دايما لما نمشي عيادات الأسنان بشوف انه يعني الدكتور بيبذل مجهود كبير جدا في انه كيف يعالج اللثه، كيف يعالج البوكس هو الدموع تكون موجوده حولها، كيف يعالج الجير، كيف ينظف الاسنان، ومشاكل التسوس. هنبدا بمشاكل الالام اولا. اذا اي انسان حس انه في الم في حته معينه سواء في اللثه او في الاضراس يتصرف كيف؟ طيب احنا بنقول انه عموما المجتمع السوداني هو مهمل جدا في موضوع الاسنان. ما بيجي الا يكون خلاص اتمكنوا له 3-4 يوم بالليل. ما نام حتى يجيك، ولما يجيك بيكون هو داير ما تقلع عليه. بيجيك في مرحله انت خلاص بتكون فقدت فيها كل الحلول المناسبه، وبيتخيل انه طبيب الاسنان ده هو ساحر، يعني في يده علاج سحري او انه ممكن يتحافظ. فالمفروض انه عندنا زياره دوريه كل 6 شهور بالضبط او كل 3 شهور تمشي لطبيب الاسنان. انت ما بتشتكي من حاجه، لكن انت لازم تمشي تراجع طبيعي، تعمل مراجعه تشيك اب، تشوف اسنانك فيها شنو. لانه في المراحل ما الا ضرسك يعلمك بالضبط، لانه المراحل الاولى للتسوس ما فيها اعراض، هي مجرد صبغه سوداء، واحيانا بتكون عباره عن كافيتيشن او حفره. بالضبط انت بعينك ما حتشوفها، لكن لو مشيت للدكتور في اطباء عندهم اجهزه مخصصه للكشف عن التسوس، او في فحص سريري معين للكشف عن التسوس. دي كلها بتساعد الدكتور في انه يلحق لك مشاكلك بدري. دي رقم 1. رقم 2،
المواد الجيريه وتراكمها. المواد الجيريه وتراكمها دي محتاجه نظافه عند دكتور الاسنان بصوره دوريه 3 شهور او 6 شهور عشان ما تتراكم المواد الجيريه، لانه التراكم بتاع البلاك اللي هي الطبقه الاولى بيؤدي لتراكم البكتيريا وبتفرز الاحماض بتاعتها وبتكون لنا الطبقه بتاعت الجير اللي هي بعد ذلك بتبقى صعبه انها تتشال بالطريقه العاديه. لكن انا ما اقدر وبتؤدي الى تساقط في ناس الأسنان. بتخوف من نظافه الاسنان من المواد الجيريه، لانه في ناس بيقول لك المواد الجيريه دي هي بتحافظ على ما في كلام زي ده، لا بالعكس تماما. المواد بيخطأ الجيريه بتعمل مشكله في الروابط السنيه اللي هي بنسميها البريدونشيال ليجامنت. الروابط السنيه دي بتتاثر بوجود المواد الجيريه، بعد شويه بيحصل تاكل للعظم المثبت الاسنان وبيحصل انحسار للثه والسن بيقع. فالمواد الجيريه بترمي السن ما بتثبته، على عكس المفهوم السائد. انت اذا ما التزمت بانك انت تنظفها كل 6 شهور، واحيانا في ناس عندهم ما من عدم المسؤوليه، يعني في زول يقول لك والله يا اخي انا ما بتسوق كل يوم. الحاجه دي في بعض الناس بتكون وراثيه، بيكون عندها عوامل اخرى، عندك اسنان مترادفه، عندك مشاكل كثيره. انت ممكن تكون بتنظف صباح ومساء او تكون بتنظف غلط، ممكن تكون بتنظف 10 مرات. دي نقطه مهمه جدا، كم مره في اليوم الصحيا والمده اللي المفروض تكون فيها النظافه والطريقه الصحيحه. خلينا يعني دي حاجه مهمه جدا، لانه في كثير جدا اخر حته في كلامك هي اهم حته، الطريقه الصحيحه. هي ما بالكم ولا يعني ما بعدد المرات. انا لو سوقتها مره صباح ومره مساء كافي جدا. اذا امكن بعد كل وجبه بيكون بيرفكت، بيكون ده الافضل. لكن المشكله في انه انا بتسوق كيف. الطريقه اول ذاتها. حاجه المفهوم بتاع انه املى الفرشه من اولها لاخرها بتاعت الدعايات دي، ده مفهوم خاطئ. انت كل المحتاجه حبه بتاع معجون في راس الفرشه بحجم حبه العدس، البليله العدسيه، صح، ما اكتر من كده. دي كافيه تماما لتنظيف الاسنان. بنص الفرشه ولا ما بتحتاج توفر معجون ذاته، المعجون ما بقى غالي. بالضبط كده، المعجون بقى غالي. ففكره انه انت بتخد الفرشه دي، المعجون لحد اخر الفرشه دي، ده شغل بتاع دعايات عشان يقول لك شكل المعجون. اضف الى ذلك الطريقه دي حتكون كيف؟ حنقوم نجيب الفرشه، هي شويه في البدايه متعبه وتطبيقها في الاول ما سهل. انت بتمسك الفرشه بتاعتك، اذا اعتبرنا انه ده السن ودي هنا اللثه، دي الفرشه بتاعتي، شكرا. حاقوم اعمل شنو؟ حامسك الفرشه بتاعتي، حاعتبر انه دي الاسنان بزاويه 45 درجه، وبجي من اللثه فوق ونازل وبنزل على الاسنان. ليه؟ لانه انا محتاج اعمل تدليك للثه عشان احرك الدوره الدمويه فيها. فبمسك 4 اسنان وبمشي، و4 اسنان وبمشي، زي التمشيط من اعلى الى بالضبط. اسفل. احنا قاعدين نشرحها بطريقه بسيطه، بنقول لك انت لو بتنظفي في البيت، لو بتقشي ما حتقشي كده، صح، لانه حتشيل الوسخ من هنا حترجعه هنا. لا، انت لازم تقش في اتجاه واحد، صح، بيجاي. فانا بنفس الطريقه بمسك الفك الفوق بخلص منه وبنظف سطح الاسنان، وبنزل للفك التحت بنفس الطريقه العكسيه بخلص منه وبنظف سطح الاسنان. النقطه المهمه تاني اللسان، تسويك اللسان مهم جدا جدا. ليه؟ لانه في كميه بتاعت بكتيريا بتكون قاعده في اللسان بالذات بالليل، احنا محتاجين نشيلها. فانت لازم تسوك لسانك معك قبل النوم، اهم من اي وقت ثاني، لانه الليل طويل والزول بيكون قافل. بالضبط. ليه؟ لانه انت بتكون اخذت كميتك بتاعت الاكل طول اليوم وجيت قفلت عليها. الحاجه المتقدمه دي بتعمل مشكله برضو بتاعت التسوس، بتزيد الاحتماليات الاصابه بالتسوس، بتزيد احتماليات الجفاف. يعني ده اللي بيخليها تسوس، انه الخشم بيجف. اللعاب ده مهم جدا بالمناسبه في حمايه الاسنان من التسوس. طيب في يعني حاجات تانية ممكن انا يعني انظف بها، يعني ما في ناس اسنانهم ممكن تكون متلاصقه شديد، يعني ما في زبيت عشان الفرشه تدخل بالطريقه العمليه. بالضبط. في حاجه اسمها الخيط السني او الدنتال فلوس. الدنتال فلوس ده موجود في الصيدليات، بيتمسك بطرف، بتلفه في اصبع بهنا والاصبع الثاني وبتنظف به بين الفراغات. وده احنا دائما بننصح بين الاسنان، دائما بننصح به الناس اللي عندهم تقارب شديد او تزاحم في الاسنان، لكن دي مرحله يعني متطوره شديد. طيب عندنا زملائنا اثنين قاعد يتفننوا لغايه الان،
في الكنترول. في الكنترول كلامات مخرجنا كده الجميل زميلنا سماول بيقول انه بالفحم عشان ما تبقى بيضاء، ودي بنسمع بها كثير، يقول لك والله يا عم شيء اعمل سنونك بفحم. تبقى بيضاء. خليفه المصوي قال بالنار، بالنار ده انا ما اعرفها كيف. بالنار؟ داير خشمه ولا سمعت غلط يعني. بالنار ده انا اول مره اسمعها. بالفحم دي ممكن تكون الى حد ما صحيحه، ده اذا انت ما عندك امكانيات انك تمشي لطبيب اسنان وتقدر تبيض تستخدم، لانه التبييض حقيقه مكلف. صحيح. وانا شخصيا ما قاعده انصح به كثير، لانه بالذات انت لما تدخل حاجات كيماويه في اسنانك، في جسمك عموما او في اسنانك، ضررها على المدى الطويل بيكون اكبر. العلاجات البلديه ما دائما نحن بننصح بها. حكايه الفحم دي اذا انت ما قادر تمشي لدكتور اسنان ما مشكله، بنمررها لك، لكن المشاكل بتبقى في الحاجات الاعجب اللي بنسمعها. بيقولوا مويه النار، مويه النار، الصعود، يعني حاجات كده ما انزل. في ناس بتكسر البنادول او الاسبرين وبتخطه في الضرس، طبعا دي كوارث كوارث. انا كلها خطا يعني. هي مش خطا، هي كوارث، لانه خطا دي حاجه صغيره يعني. المناكير قالوا لك ناس كنترول المناكير برضه. المناكير، مويه النار، البنادول، انت بتحرق لسه ما بس يعني بتسكن الضرس. طيب في حاجات لاستخدامات حاجات بلديه يعني عشبيه متوفره زي القرنفل. القرنفل، القرض ده اذا احنا لابد انه احنا نستخدم علاجات بلديه. القرنفل والقرض ده اللي بيسكنوا الالم لكن ما بعالجوا، يعني حيسكن لك الالم لمده يعني معينه. اثبتوا فعاليه القرنفل والقرض تحديدا. هو القرنفل ذاته احنا قاعدين نستخدمه بصوره محضره كيميائيا في طب الاسنان، بيعملوا الحشوات. ايوه، فيها ماده اسمها الايجينول اللي هو زيت القرنفل. طيب مستخدم في علاج الحشوات الطبيعيه الثابته والطبيعيه وكده. في مفهوم ثاني وده كثيرين شايع، وانا شفت الحاجه دي بعيني. الضرس ألمني، بمشي لدكتور الاسنان، يا دكتور اوراق عندي مشكله في الضرس، اوكي خلاص نعمل اقلعي بس بدون اي خطوات. اقلعي لي ما داير، اقلعي لي ما دين النيك دي كثير، اقلعي لي بس شديد. فخلينا نشوف العاده دي انت رايك فيها شنو كطبيبه اسنان؟ وزي ما قلت بيقابلك كثير يعني. طيب احنا عندنا مثل بيقول لك اخر العلاج الكي. احنا الخلع عندنا في طب الاسنان اخر العلاج، ما بتلجأ له الا يكون الضرس ميؤوس منه تماما. يعني لو في فرقه بتاعت 1% انه اي علاج ثاني ينجح، ما تقلع. انت بتقلع ليه؟ ما احنا قلنا قبل انه فقد الاسنان عنده اضرار كثيره. اول حاجه اسنانك اذا انت قلعتها اضراس من ورا، الاسنان اللي قدام حتتفرتك، حتتفرق وحيخلق فراغات. ليه؟ الاضراس دي قاعده متراصه زي الناس اللي قاعدين لهم في كنبه واحده. فلما ينزل يقوم تلقائيا الناس دي بتعمل شنو؟ تلقاها صلحت ملت الفراغ. صحيح. فده اللي بيحصل. في حاجه اسمها الميزيال دريفت، لما السن يتقلع الاسنان بطبيعتها بتقوم تميل لانها تسد الفراغ. تفترض الواحد يعمل شنو؟ يركب يعني حاجه بديله. ايوه، اذا اضطريت للخلع فلازم الاستعاضه الصناعيه تكون طوالي وراها، في حاله القلع وفي حاله علاج الجذور. ده الحاجتين لازم. هل علاج الجذور ده في حد ذاته يعني مرحله قبل القلع، يعني قلع الضرس احنا ومهمه؟ يعني لو قلنا ترتيب العلاج بنبدا بنظافه التسوس والحشوه، بعد كده بنصل المرحله بتاعت علاج الجذور، او قبل علاج الجذور عندنا المعالجه اللبيه. دي في حاله كان التسوس واصل للب السن لكن ما داخل جوا، يعني قريب مسافه بسيطه كده بس ما حصل، ما بدا من جوا اختراق. هو عاده ما بيبدا من جوا. تنخروا في السنه والضرس تنظفوه. هو احنا ما بننخر، هو اوريدي البكتيريا بتكون نخرت اساسا. فانت بتقوم بتشيل البكتيريا ومخلفاتها، بتلقى انه عندك في حساسيه حاصله لكن الجذر ما اتكشف او عصب السن ما اتكشف. فده هنا بنعمل لها حاجه اسمها البلب ثيرابي او المعالجه اللبيه بطريقه معينه، بتخط ماده معينه بعديها وحشوه مؤقته، وبتقول العيان 21 يوم وتعال لي راجع. بعد المرحله دي اذا التسوس وصل للب السن بندخل في المرحله بتاعت علاج الجذور. هنا انت بتخير المريض ما بين علاج الجذور وما بين القلع. الحمد لله نسبه الوعي بدات تزيد، ففكره رفض الخلع بقت زايده، يعني الناس بقت ماشيه في اتجاه انه
طيب انا داير اسالك تعمل في علاج في الجذور، يعني هل عندها يعني هي فعلا ممكن تحافظ على انه ما يكون في الم وكده طبعا والحشوة لانه هو علاج لكن هل الجذور. عندها حاجات تانية مثلا مثلا تكون في رائحه في الفم، تكون لا. في كده؟ لا، هو علاج الجذور اذا انت مشيت للدكتور في مواعيدك ما بين 3 ل 4 جلسات، ده اللي هو العادي. في علاج جذور شويه بقى متطور اكثر، اللي هو بيتعمل في جلستين او جلسه واحده بجهاز الروتري هاند بيس، ده بيتعامل في جلستين او في جلسه واحده. طيب هنا قال لها 3 جلسات، اقلها 3 جلسات، ده في حاله العلاج المانيوال. اللي بيخلينا نقول انه ما في الم شنو؟ لانه انت اصلا بتشيل العصب برا. يعني هو اسمه علاج جذور ليه؟ لانه انت بتفضي القنوات السنيه، بتشيل العصب بتطلعه برا، بيبقى ما في حاجه موصله للالم. اللي كان بيوصل لك الالم هو العصب، والعصب انت شيلته برا، فما في سبب للالم. بتحصل احيانا في بعض الحالات انه الالم يستمر بعد الجلسه الاولى او بعد الجلسه الثانيه، لكن بنهايه الجلسه الثالثه ما بكون في الم. وقد لا يحدث وكم الم. جلسه؟ هو ما بين 3 ل 4 جلسات. 3 ل 4 جلسات. خلينا نختتم باللثه ومشاكلها بصوره عامه وكيفيه التعامل معها. طيب اللثه هي زي ما بيقولوا الدعامه الاساسيه الرابطه السن. فالمهم جدا زي ما قلنا قبل نظافه اللثه بصوره دوريه 2 أو 4 مرات في السنه، كل 3 شهور او كل 6 شهور. دي مهمه جدا. المساج او الدلك اللي بنعمله في اثناء السواك زي ما شرحنا الطريقه قبل شويه مهم برضو جدا عشان الوقايه من تكون الجير ومن الامراض بتاعتها. الامراض بتاعت اللثه كثيره جدا جدا جدا، لو قعدنا نتكلم فيها دي ممكن تاخذ مننا حلقات كثيره. أيوة. لكن الحاجه المهمه اللي انا دائما تكتلات قاعده الدم فيها الناس اللي بتسف صعود وما قادرين يتخلوا عن الحاجه دي لازم ينتبهوا لاي تغيير في لون اللثه بسرعه، لانه اقل تغيير ده مؤشر مبكر لسرطان الفم. انت المفروض طوالي تمشي للدكتور عشان يشوف، لانه اكثر انواع سرطان الفم بتكون في مكان وضع السفه. بيكون في تغير في لونه، بيكون شنو اللون يعني تقريبا؟ يا اما بياض مفاجئ او احمرار زايد عن اللون الطبيعي بتاعه. فدي مهمه جدا انه الناس تنتبه ليها وتمشي للدكتور سريع عشان تحاول لو بقى في لا قدر الله سرطان يتلحق بسرعه. يا سلام، يمكن دي كلها يعني معلومات مهمه جدا عبر صباح الشروق، بتمنى كل الناس تكون استفادت منها، لانه دائما صحتنا في اسناننا وفي الفم عموما، لانه هو اللي بيدخل اي حاجه حتى الى امعاء الانسان. احنا سعدنا بك جدا رؤى الطريفي طبيبه اسنان على هذه النصائح وهذه الافادات، ودايرين لك انت والمشاهدين تمشوا معنا البطانه. رايك شنو؟ نمشي طوال. نمشي البطانه. شكرا جزيلا لحضورك اليوم.